عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني جدًا، جدًا والله. حبيت النهارده أسهّل على كل مامي عندها ابن من 3 سنوات أو 3 سنوات و4 أشهر، يعني من الآخر ابنِك طالما وصل ل3 سنوات هنا بقى نركّز نبدأ نقول له يالّا علشان تتعلّم. ابني 3 سنوات ركّزي معايا بقى في النسبة، 3 سنوات و5 أشهر مستمع فقط، 3 سنوات و6 أشهر مستمع فقط، 3 سنوات و8 أشهر ينزل حضانة ويمسك القلم ونبدأ نقول له يالّا ادخل على حضانتك واشتغل بالقلم والورقة. هنا بقى ابني ما شاء الله جاب 4 سنوات، نبدأ بقى ندّي له المنهج بتاعه ونعرف منهجه إيه. ابني في العربي المفروض يكون عارف إيه في العربي والحساب والإنجليزي والMath باختصار هاقول لِك على طول على كل ده. أول حاجة ابنِك لازمًا يكون عارف إيه في العربي، بيعرف الحروف كلّها، وعايزة أقول لِك حاجة إن الحروف هنا يا جماعة بندّي الحرف بصوته اللي هو ألِف ف ما أقولش بقى فتحة وضمة وكسرة لأ، ألِف بس، خلاص؟ ما باربطش بصورة، ما أقولش ألِف أسد باء بطة لأ، الكلام ده خلاص كان زمان وراحت عليه. بناخد حرف الألف وبناخد كمان معاه تمارين كتيرة جدًا ونكرر ونملّي كتير جدًا، عشان ابنِك ما ينساش الأحرف. طب مس إيمان إحنا خدنا الحروف كلها، بعديها إيه؟ هناخد الحروف اللثوية الثاء والذال والظاء بتاخد أسبوعين، بعديها الحروف الله يكرمكم ما حدش يقول الرافصة، ما حدش يقول عضّاضة، ما حدش يقول شكّاكة، اسمها حروف القطع، لإن لمّا بتيجي في الامتحان لابن حضرتِك بتيجي استخرج حرف قطع. ضع دائرة حول حرف القطع، ما بيجيش حرف رفّاص ولا عضّاض ولا الكلام ده كلّه خالص، فمش عايزاكم تستخدموا لفظ عضّاض ورفّاص والحاجات دي كلّها، جميل يا مِس إيمان. طيب ناخد بعد كده إيه، هناخد الفرق بين الأحرف المتشابهة اللي هي الثاء والثاء الثاء والسين والصاد، الطاء والتاء نطق وكتابة، يعني عايزة ابني أقول له اكتب حرف الثاء يكتب ما شاء الله زي الفل، اكتب حرف السين برضه يبقى عارف يكتبها كويس جدًا، أشكال بعض الحروف ودي مهمة جدًا في الأول وفي الوسط وفي الآخر، ودي أنا عاملة لها كتاب مخصوص، تمام؟ هناخد بعد كده نخش بقى على الحركات، ابني ما شاء الله أتقن كل ده، نخش على حركة الفتح ودي بتاخد بالضبط شهرين يا جماعة، شهرين وما تتنازليش، خلاص يعني بالضبط كام حصة، نقول لو بنتي بتاخدي 8 حصص في الأسبوع بتاخدي في الأسبوع 4 حصص أو 3 حصص، عمومًا هي شهرين، بغض النظر عن عدد الحصص اللي بتاخديها. الحروف بحركة الكسر ما اطلعش من الفتح إلا لمّا ابني يكون عارف يقرأ فتح كويس، كلمات بالفتح، يعرف يحط الفتحة ويعني إيه فتحة، يعرف يقرأ جُمل وكلمات وكلمتين، كل ده لازمًا ابني يكون مُلِم بيه، نخش بعدها على حركة الكسر شهرين، وبعد كده حركة الضم ده KG1 الترم التاني. طيب ده كده بالنسبة للعربي، طب بالنسبة للحساب يا مِس إيمان، أول حاجة الكراسة بتاعتك لازم تكون 9 هنا العربي 9 أسطر، لكن الحساب بتكون مربعات كبيرة مش صغيرة، بناخد الشغلات اللي هي النقاط وهو يمشي عليها، ما تستعجليش وتخشي على الأرقام على طول، لأ، ابنِك بيحفظ الأرقام شفهي، لكن بنكتب على أرض الواقع بنكتب الأول الشكلات. الاتجاهات الصحيحة للأرقام والحروف كل ده معانا برضه لازمًا تراعي الحتة دي أوي، إن الاتجاهات تكون صحيحة. بناخد بقى الأرقام، خشي بقى معايا في المنهج بتاع الترم الأول من 1 ل50 بناخد مقارنة الأعداد أكبر منه وأصغر منه يساوي، بناخد جمع رقم برقم وجمع رقمين برقمين والترتيب التصاعدي، ونبدأ بأرقام صغيرة من 1 ل5 ومن 5 ل10 وهكذا لحد ما يتقنها. الترتيب التنازلي ونفس الحوار برضه من 1 ل5 ومن 5 ل10 ونبدأ نعمل مراجعة من 1 ل10، بناخد طرح رقم برقم وطرح رقمين برقمين، الأشكال الهندسية كل ده شغال معانا، خط الأعداد دي آخر حاجة بالأرقام الصغيرة. طيب في الإنجليش بياخد إيه، ابنِك في الإنجليش بياخد حاجات مهمة جدًا، أول حاجة بياخدها الletters بتاعه الأحرف كلها، بس أنا عايزة أقول لِك حاجة الأحرف كلها بياخدها بالsound بتاعها، يعني أنا أقول إن حرف A أه apple يعني الsound والdirection بتاعه لازمًا أقول له إن الA فوق وانزل تحت، الحاجات دي كلها لازمًا نقولها له، بس طبعًا بنقولها له بالإنجلش، يبقى الletters وناخد الsound بناخد الdirection الاتجاه بتاع الحرف. طب خلصنا الأحرف كلها الletter كلها يا مس إيمان، ناخد إيه بعد كده، بناخد الshort vowels والمهمة جدًا، 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 أنا عاملة برضه كتاب مخصوص للshort vowels، عايزة أقول لكم إن الshort vowels دي أساس الإنجليزي، ابنِك لو أدرك الshort vowels كويس جدًا هتلاقي الدنيا زي الفل. بناخد بعديها الblending اللي هي الدمج، بناخد الCV اللي هو حرف ساكن مع حرف متحرك زي الك الC والA، بناخد الblending في الCVC اللي هي كات ساكن متحرك ساكن. طيب بعديها يا مس إيمان بناخد short word vowels، بناخد قصة صغنونة كده وهو يحل ويقرأ عليها، بناخد هنا يا مس إيمان الlong vowels مع برضه لازمًا يكون في short
short قصة قصيرة، وبناخد بعدها الجرامر، وبناخد story، لازمًا ناخد story يا جماعة. بناخد بعدها MS إمام، بناخد الجرامر بتاعنا بقى كله شغالين جرامر، بس يكون خفيف جدًا، جدًا، جدًا. والsight word لو سمحتوا، لو سمحتوا، لو سمحتوا ما حدش ينساه. يبقى إحنا باختصار في الإنجليزي الحرف وصوته باتجاهه، الshort vowels، الlong vowels، الblending، الCVC word، الsight word، الword blending، read story، وبناخد اللونج فاولز، بناخد الشورت فاولز. كل ده كده معانا في الترم الاول KG1. طب بالنسبة للماس، باختصار الماس سهل. بناخد أول حاجة النمبرز بتاعنا من أول 1 لحد 50، بناخد المور ذان أكبر منه وليس ذان أصغر منه equal بيساوي، بناخد السكند اوردر وذيس سكند اوردر الترتيب التنازلي والترتيب التصاعدي، ذا نمبر لاين خط الأعداد، بناخد بيفور وأفتر وبتوين كل ده شغال معانا. بناخد الأديشن الجمع، بناخد التنز وانز الأحاد والعشرات، السبتراكشن الطرح، بناخد الماجيك سكوير اللي هو مربع السحري، بناخد كلوك الساعة، بناخد الشيبس الأشكال الهندسية، وضماني دي آخر واحدة. ده كان منهج باختصار ابني اللي في KG1 المفروض ياخد إيه. ده كان باختصار منهجه اللي المفروض ناخده. وطبعا دي الكتب اللي أنا قلت لكم عليها، العربي والحساب والإنجليش والناس، الكتب كلها موجودة على صفحة الفيسبوك مس إيمان أسس صح. استودعكم الله، يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنزل لكم بعد الفيديو ده مباشرة KG2 عربي وحساب وإنجليزي وماس.